السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. هنعمل النهاردة اكلة سريعة علشان ايه بقى؟ الدنيا برد والواحد عايز يخلص الاكلة بسرعة ويطلع من المطبخ على خير، رغم ان المطبخ والله العظيم ده ادفى مكان في البيت. ادفى مكان في البيت احلى حاجة. بصي هنعمل النهاردة شيش طاووق. يومنا القمر بنوتي الحلوه بقت تعمه بقت تعمه، عملت لي الحاجات الجميله دي. بصوا، قطعت لي البصل والفلفل الحار والفلفل الاحمر والاخضر الكوبي والطماطم. تمام، عشان الشيش طاووق طبعا بيبقى ايه، عايز الخضار دوت. دلوقتي انا جبت صدرين، رحت بتاع الفراخ وقلت له عايزه صدرين، اداني صدرين. صدر قطعته 3 اهو، والصدر التاني هقطعه معاكي عشان تشوفي انا بعمل ايه. اهو، بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بقطعه كده الصدر 3/4 اهو. وهعملهولك بتتبيلة بسم الله ما شاء الله. ولادك هيبطلوا يطلبوا الاكل ده من بره او من المطاعم. قلبي قطعتها، بصوا خليتها، بصوا الحجم ده، القطعة كده اهي. تمام، هجيب واحدة زبادي احط عليها معلقه خردل او مستردة، واحط كمان معلقه صويا صوص، بعد كده بحط كمان التوابل بتاعتنا، بحط فلفل اسمر، بحط توم باودر، وبحط كمان كاري اهو، وبحط كمان رشة كركم. بعد كده هنزل بالملح بتاعنا، بعد كده بحط كمان معلقة خل اهي، وبحط كمان معلقة زيت زيتون. احلى تتبيله هتتبلي بيها الشيش طاووق. زائد حاجه بقى جديده طبعا، هنحط معلقه دقيق او طحين. ليه يا ناني؟ هتعمل كفر للفراخ علشان ما تتحرقش من بره وتبقى من جوه جوسي ومش محروقه ومستويه وتبقى زي القمر. تمام اهو، هو دوت الملمس بتاع الصوص بتاعنا. هننزل بقى على الدجاج بتاعنا اهو، ويا ريت تسيبيه في التلاجة ينقع بتاع ساعتين قبل ما ما تحطيه في الخشب بتاعك. حبايب قلبي، بعد ما سبتها نقعت شويه حوالي ساعتين، لو انت طبعا مستعجله ممكن تسيبيها ساعه بس. تمام، هتجيبي بقى الخشب بتاعك ده. الخشب ده بتعملي فيه ايه؟ اوعي تستعمليه زي ما هو كده ناشف تطلعيه من الكيس بتاعه تستعمليه. ليه يا ناني بتقولي المعلومه دي؟ علشان الميه اللي احنا نقعنا فيها دي ادت طراوه للخشب، علشان لما يدخل الحراره ويجي يتمدد، طبعا انت عارفه التمدد بالحراره وينكمش بالبروده، فطبعا هو هيتمدد فيروح واخد الطراوه من الفراخ او الدجاج بتاعك، فيحصل له انه ينشف وما يبقاش طري وجوسي وجميل. فانا عملت ايه؟ حطيت كده بصل وهنا فلفل، ميكس فلفلات، وبعدين بدخل هنا بعمل بقى بالتبادل كده مع بعض. بعد كده بكمل احط طماطم واحط بصل اهو، وبعدين احط فلفل. بصي
حبيبتي حبيبه قلبي بعد ما حطيتهم زي ما انت شايفه كده، هجيب واحده مرق. تمام اهي، واحط عليها كوبايه ميه سخنه. هي دي طريقه التسويه بتاعتنا. هقلبها بالمعلقه وادوبها وارشها عليها واحطها في الفرن في درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. تمام. انا بس عايزه اجيب معلقه اقلب دي. حبيبه قلبي بصي، بعد ما سويته حوالي نص ساعه في الفرن على درجه حراره 180، حطيته في الرف الوسطاني، فتحت عليه الشوايه لمده 5 دقايق، اخد اللون القمر ده. بصي تعالي شوفي معايا الفراخ. بصي 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 جوسي ازاي، مش مهريه ولا ناشفه. جربيها واعملي لي لايك. يا ريت اللي يشوف الفيديو بيعجبه يعمل لايك. شكرا ليكي.